اهو يا سميكي الكوماج، شوف بس. ولسه كمان هيطرى بس لما ايه تحط في كيس البهاريس اهو. ضربات تتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين. ما تيجي نشوف نعمل كوماج ازاي. الناس اللي ما تعرفش الكوماج هو عيش بيكون زغنطط كده، فلاحي عندنا في مصر يعني، فلاحي وبيتعمل بلبن وبيكنج باودر وبيتعمل بشويه حاجات حلوه كده، وبتقدر تحشيه جبنه وبتاع وتحط في التلاجة، او تحشيه لحمه مثلا، او تحشيه سكر، تحشيه اي حاجه يعني. وتقدر تاكل منه، تطلع من التلاجة وتسخن في الميكرويف سريعا، سريع تقدر تاكله الصبح بسرعه كده مع اي حاجه. فاحنا قررت اعمله يعني. تمام. انا بعمل عيش عادي قبل كده، يعني بعمل العيش العادي اللي انتوا شفتوه، ولكن الكوماج دي اول مره اعمله. تمام. عشان اكون صريح، فاحنا هنجربه مع بعض. تمام. اول حاجه نجيب بتاع البلاستيك دي بتاعت امي، انا جايبها وانا جاي من مصر. كانت جايبه لي فيها بسكوت، بس البسكوت خلص. انا خلصت بسرعه لانه طعمه حلو جدا، فخلصت بسرعه. هتحط كيلو دقيق زي ما انت شايف كده، كيلو دقيق في علبه بلاستيك. اوكي. وبعد كده تحط كيس خميره. وبعد كده هتحط كيس البيكنج باودر ده. انا صورت يعني، كان اخر حاجه المفروض احطها كان كيس البيكنج باودر. اوكي. ومحدش يسالني انا بعمل الاكل في الاوضه ليه، عشان الجو ساقع جدا زي ما انتوا شايفين كده يعني. كيس البيكنج باودر. اوكي. حطينا كيس البيكنج باودر. وبعد كده يا معلم هتحط معلقه كبيره او معلقتين صغيرين سكر، معلقه كبيره افضل يعني سكر. تمام. وبعد كده هتحط نص معلقه ملح. قشطه. المعلم ده كده خلص. نيجي بقى هنا نشوف ده ايه. ده زيت وسمنه بالظبط كده يا معلم. ربع كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت على بعضيهم، وتروح هوبا اربق كده، وتروح منزلهم في قلب العجين. قشطه. ربع كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت. تمام. وتجيب ايه عشان ناخدهم لاخر حنتوفه يعني. انا في الموضوع الحنتوفه ده ما عنديش يوم مرحمين. ثانيه واحده. ايوه. الجو تلج، وعايز اقول لكم انا مش همر عشان اخبز. الله يمسكي بالخير ياما، هي اللي بتعمل الحاجات دي. انا كحولنا في الغربه والله. وتجيب لبن اهو. لو شافت علبه اللبن دي هترميها، تقول لك ايه ده، انا اشتغل لبن مجفف ولا لبن مستورد؟ تحب اللبن الكيس اللي بتشتريه من الراجل في الشارع. المهم يعني تعمل كوبايه ونص لبن. اوكي. على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعمله. يا رب اللبن يكفي، عشان لو ما كفاش هزوده ميه. انا بضرب الخامات بصراحه. اوكي. بعد ما حطينا السمنه زي ما انتم شايفين كده، نحط كوبايه اللبن الجميله. قشطه. وهنحط نص كوبايه تاني. غالبا هو اصلا اللي موجود في قلب العلبه كوبايه ونص. تمام. فاضل بق هشربه لو ما احتاجناش نعمل حاجه تاني. نخش بقى نقول بسم الله كده ونخش نعجن. ايوه. وبعد كده يا معلم، بعد ما نخلص عجين يعني، لما نخلص ان شاء الله، انا هنزله تحت كده عشان اعرف اعجنه. ايه، انا هرجع لكم بعد ما نخلص عجنه. اوكي. ودلوقتي بعد ما خلصنا العجن زي ما انتم شايفين كده، بقت الخبزايه 100 تسيبها بقى لمده ساعه لحد ما تخمر، وتغطيها بحاجه، حته قماشه كده ولا حاجه تغطيها، وتسيبها ساعه تخمر. وبعد كده يا معلم تطلعها، وهنشوف هنعمل ايه بعد ما نطلعها. اوكي. انا بفردها بس عشان تخمر وتبقى 100 فل و14. قشطه. طبعا العجينه بقت حلوه جدا، ما بتلزقش في الايد ولا حاجه، وده اهم حاجه زي ما انتم شايفين كده. وتسيبها تخمر يا معلم. يلا اشوفكم بعد ما تخمر. ودلوقتي يا جماعه العجينه خمرت، وزي ما انتم شايفين هنعملها كده. تمام اهي.
هنقطع حتت صغنططة كده ونكور وبعدين نفرد بالنشابة هنا. اوكي هوريكم دلوقتي. ودايما بعد ما تفرده زي ما انتم شايفين كده وانت بتحطه في الصينيه تقلبه على وشه. طبعا تولع الفرن على درجة حرارة عالية وتقلب على وشه كده. طبعا هو اللي وحش عندي ان الفرن عندي كهرباء فبيكون بطيء جدا في صناعة العيش. المهم ده المنظر وهندخله الفرن، بس هكمل واحدتين هنا وندخله الفرن واوريكم بعد ما نطلعه. قشطة. ودلوقتي تعالوا نشوفه وهو في الفرن. نفتح نبص بصة. ده شكله زي ما انتم شايفين كده. لسه محتاج شوية.
فوق ولا من تحت؟ من فوق، ايوه من فوق، ويخلص واوريكم. ناو دلوقتي هنفتح عشان نشوف الكوماج. طري جدا. طبعا هناخد الصينية كلها، نروح هنا ده اللي احنا طلعناه قبل كده، حطيناه في كيس زي ما انتم شايفين، طري جدا اهو. ممكن تفتحه بقى بسكينة او حاجة وتروح حاطط جوه ايه، حشي شوكولاتة، حشي سكر، تحط بقى جبنة بتاع كده يعني. قشطة. دلوقتي نطلع ده نروح هنا وناخد دور، نروح. تعالى يا احمد.